السلام عليكم متتبعين ديال القناه ديال امي فاطمه ومريم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صراحه غبور هذه غبرت عليكم يا المتتبعين، ولكن ماشي الخاطر يا خوتي. بزاف ديال البنات قالوا لي سهام علاش ما بقيتيش كتحطي في القناه ديالهم؟ واش صافي ما بقيتيش غتحطي لهم؟ واش ما بقيتيش غادي ديري لهم القناه؟ كاين واحد المتتبعه قالت لي كاع حشومه عليك، بغيتي تستغليهم حتى ما بغاوش، ما بقيتيش تتصوري معاهم. كتصوري غير في قناتك، كنتي قاطعه عليهم في التصوير في القناه، بغيتي لهمش الخير. صراحه المتتبعين ديالي من حق المتابع، انا ما غاديش، من حق المتابع ديالي يعني يعاتبني الا شاف فيا شي حاجه، اولا ينتقدني الا شاف فيا شي حاجه خايبه. ولكن غادي نقول لكم يعني السبب اللي خلاني نوقف على القناه هاد المده، واش فعلا ما بقيتش غادي نصور فيها ولا ما بقيتش غادي ندير لمريم القناه. حاشا ولله المتتبعين، ما درت هاد القناه حتى اقتنعت بها 100% انني باغا نعاون بها مريم وامي فاطمه باش حتى هما يتعاونوا على الزمن، خاصه مريم لان معاناه البنات خاصه دابا مسكينه. العيد جاي وكذلك الخدمه ديالها مرة تخدم، تخيلوا معايا كتنوض مسكينه مع 4 ل 5 الصباح كتمشي حتى للخدمه وكتعاود طيح الشتا وكيحبسوهم، يعني كيمشي لها النهار فالصو. يعني النهار اللي خدمت هو فاش كتخلص، راه كاينه خوتي 15 يوم، يعني هما كيتخلصوا كل 15 يوم، كيسميوها كنزه. كل 15 يوم كيتخلصوا. وكاين هاد 15 يوم اللي دازت، تخيلوا تخلصات فيها 4 ايام اللي خدمات. 4 ايام يعني كانت كتفيق يوميا في الخمسة د الصباح، الربعة د الصباح، كل نهار وعلى حسب. وكتمشي كتبدا الشتا كيخرجهم وما كيخلصهمش النهار ديالهم، باش تشوفوا المعاناه ديالها مسكينه. والله ما كرهت هاد القناه نفعلها لها وتوصل وتحقق لها ما عرفت شنو باش تجلس مسكينه، اولا على الاقل تعاون بها. دابا راكم عارفين العيد جاي، مصاريف والعيد الحوايج، واخا ان شاء الله غيكونوا مفاجات، ولكن مسكينه كتخمم من دابا شحال من حاجه وحاجه في الراس. كل مره كتسولني كتقول لي فين وصلت القناه، وكنحشم انني نجاوبها. علاش؟ لان عندنا مشكل، داكشي باش وقفنا على القناه. اليوتيوب اخوتي كنصيفطوا القناه كيعاود يرجعها لنا، ما كيقبلهاش. ما عرفناش فين كاين الخلل، فين كاين المشكل. دزت عند واحد الولد صراحه الله صوب لي، عاود صوب لي داكشي. المهم راه دفعتها البارح، كنعاود عاوتاني دفعت غير السميه ديال الادسنس ديال مريم فاش عندي المشكل ما كيتقبلش، كيترفض، ما عرفتش علاش ديك السميه. المهم هاد الولد صاوبها لي ومازال ما مشات البنات للمراجعه، حتى غادي يرجع يعني السميه. عاد غتمشي ان شاء الله للمراجعه، لان باقا في الشرط الثاني، مازال يعني في التريتمون ديال الشرط الثاني. اش غنقول لكم؟ دعيو معاه ما يمشيش المجهود اللي درنا معاها هباء غير هكا. كذا هو السبب اللي خلاني انني نحبس القناه هاد المده. اما ما عنديش غنحبسها، اكيد غادي ندير اللازم باش نعاون مريم. وكذلك اخوتي هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاني ما نلوحش فيها، ولكن ان شاء الله غادي ندير المجهود حتى غنقاد لها، وبالدعوات ديالكم المتتبعين ديالي غادي تمشي ان شاء الله وغترجع وغتقبل. ودعيو معاه ان شاء الله يا ربي، ونكملوا لها 10 و80 دولار باش ان شاء الله تفرح. والله الا كما قلت لكم، باش فاش مشيت هاد السيمانه سولاتني قالت لي مدرا شنو دارت القناه، ما لقيتش شنو نقول ليها. يعني الا قلت لها ما تقبلاتش يعني غادي يعني راكم عارفين مسكينه غادي تقلق، وما بغيناهاش حنا تقلق. بغينا نعطيو نمدوا الامل بحال هاد النوع د العيالات. المهم هذه من جهه. من جهه اخرى كما شفتوا خوتي، اليوم المحكمه ديال بوكريشه نايضه قرباله في المحكمه. شي كيجر من جهه وشي كيجر من جهه، شي معاه وشي ما شي ضد. اش غنقول لكم صراحه، هذا الشيء لا يبشر بالخير. ولا اليوتيوب مهزله. اش غنقول لكم؟ راه تقدر الله يسر هذا الشيء اللي كيوقع في المحاكم، يقدر يدي لشي حوايج اللي لا تحمد عقبه. والله خوتي الا كنبغي نبعد على الموضوع ديال بوكريشه وسعاد ما نهضرش فيه الا وكنلقى راسي كنهضر فيه، لان صراحه هادشي اللي كيوقع راه مهزله. بنادم قطع الاف الكيلومترات باش يدير الروينه، لانه عنده عداوه مع القناه الفلانيه وهذاك عنده عداوه مع القناه الفلانيه، وكيستغلوا يسرى كانها طعم، وهي عاوتاني عجب هذاك الشيء وغدا فيه. والروينه شي كما قلت لكم
اليوتيوب دابا المغربي ولا فين ما كاينه شي قضيه كلشي كيترون، كلشي كيدخل فيها. هانتوما شفتوا البعراويه خارجه خوتي مرونه اليوتيوب كتسب هذاك وتعرق لهذاك وتعطي لهذاك. منين شافت القضيه حامضه والقضيه فيها حبيب بيس وعدي الديس ولات كتسعى ودير الطبوحيط وتتشو وكطيح جوج دميعات. بنادم اخوتي اللي خارج، انا مثلا عندي واحد المحتوى تنقدمو للمتابع وزوين وكيعجبو وكنجيب مشاهدات عاليه، 100,000 200 300,000 وضاربه يدي مع الجاليه من حسي مسي، ما خليت فيهم غير اللي نسيت. ورغم ذلك ما كفيانيش، كنشوف شي موجه شي روينه وشي بوز وكندخل روينتي فيه، ومني كنرونها بالمزيان وكنعرف راسي حمضتها كنخرج ونطيح جوج دميعات وبدا نسعى في المغاربه عاونوني وقفوا معايا راني دايره فايت. صراحه هاد التسول الالكتروني كتار، لان هاد القنوات الكبار اللي ولاو مؤثرين ولاو كيكونوا قدوه لقنوات وحدين اخرين بحالهم. يعني عادي حنا غادي نعذروا القنوات الصغار، واحد داير قناه صغيره ما كتطلعلوش المشاهده حتى الى ساعه نقولوا مسكين ما عندوش. وواحد اخوتي بحال البعراويه تضرب 200 و300 القناه كتجيب لها 6 7 المليون القليله، راه كتوصل شي مرات حتى ل 20 10 12 15 وعند اخوتي ما يزيد على 7 القنوات. وتخيلوا معايا غير قناه كنديروا حنا غير قناه كتجيب 5 المليون في الشهر. شنو الخلصه ما كيحلم بها حتى الوزير وراه كيقرا بنادم اخوتي حتى كيحفي دماغه بالعلم وبما عرفت شنو وما كيشدش ديك الخلصه. ويجي واحد تافه ما عنده لا مستوى لا يديك لا يخليك لا نيفو وكيشدها بارده عبر التسول الالكتروني وعبر التفاهه. ما كاين لا محتوى، سبني نسبك عرق لي نعرق لك وما على بالوش. وملي كيحمضها كيزيد ما كيكفيش داك الادسنس وكيزيد اخوتي يسعى. دابا ما لقينا يعني راه حنا غاديين بوليداتنا الهاويه. راه الناس اللي كيشجعوا هاد التافهين بحال البعراويه راه حنا غاديين اخوتي اش غنقول لكم غاديين نيت الحضيض بوليداتنا. لان شنو غنخليو لوليداتنا؟ راه اليوتيوب ارشيف لا يرحم، غنخليو لهم التفاهه. من غيشوف ولد صغير مثلا كيقرا في 4 ايام او مقبل على الباك او لا كيشوف ان المحتوى التافه كيجيب دوك الفلوس دوك المبالغ الطائله والخياليه، راه ما غيقرا ما غيدير والو، غادي يمشي حتى هو السوشيال ميديا باش يدير التفاهه. لان راه ما غيبقاو عندنا لا مهندسين لا اطباء، لان خوتي ولا صانع محتوى تافه كيتخلص تريبل او 10 المرات على داكشي اللي كيشد المهندس والطبيب. وواحد مسكين محفي دماغه باش يزيد البلاد القدام، ويجي واحد مقاري ما تاوزه بحال البعراويه. صراحه لا مستوى لا حتى حاجه. وزيدها بالسعايه تشوهنا اخوتي بالسعايه عاونوني. وناري انا ديك السيده ما تتصرت ليا ما كتفهم ليا، ما فهمتش انا فين باغا توصل. كتسب هذا وتعرق لهذا وتعطي لهذا ومنوضه الروينه الكحله وزيدها بالسعايه من الفوق. عاونوني الله يعطيك كيا، الله يعطيك كيا تعاونك بها، لانك زدتي فيه بلا قياس فتي الحدود. ما عرفت فين باغا توصلي بالطمع الطاعون، دايره الذهب دايره الديور المشاريع وزايدها بالسعايه الالكترونيه. شوهاتنا اخوتي صراحه. لان هذا الشيء نتمنى يتدخلوا المسؤولين. وتحيه للقضاء. واش القضيه ديال بوكريشه عند القضاء؟ ماشي كل مره كنبقاو نخرجوا بالتفاهه ونبقاو نخرجوا هذا يضرب في هذا وهذا يعطي لهذا ومنوضين الحيحه اخوتي في المحكمه. وراه حتى واحد ما عنده الحق من غير القضاء غادي يقول كلمته. كان بوكريشه دار علاش راه هو تشد ومازال العطي يعطي اخوتي. انا بعدا كنخاف غير لاش يروح الله يستر طيح في هذيك المحكمه، لان الروينه نايضه وما شفنا عاوتاني تاجيل الحكم. ما شفنا لا جديد لا حتى هذا كيقول لك عاجل. الروينه نايضه قربه لما كتدخل ما كيلقى بنادم حتى شي جديد، لان القضاء قادر بشغله. ولكن حنا خصني نزيدوا عوض
ما نحاربوا بحال الناس بحال البعراويه، لا كنزيدوا حنا كنشجعوا برافو تبارك الله عليكم زيدوا للقدام. ولكن صراحه خوتي هذا الشيء ما كيبشرش بالخير، ومازال الذنوب ديال عباد الله هذه يخرجوا في هذيك البعراويه، لان دات الذنوب ديال عباد الله كاملين. شتي غير وجهات تلاقاو مع مباشره وغتهربوا، لان لا مستوى لا ثقافه لا هضره زوينه لا صوت ولا صوره. لا حول ولا قوه الا بالله خوتي. والله العظيم اش غنقول لكم. والناس اللي كيقولوا سعاد راه عاطى راسها الراحه، سميره عاطى راسها راه تابعه المحتوى ديالها، سعاد كذلك بعدت، راه الاعتقال ديال بكريشه ما عنده حتى علاقه بسعاد ولا بسميره. والناس اللي كيقولوا بنته مسكينه تتبقى فيها، اللي كيبقى فيه بواش باكا خوتي بالحبس وانا عطاها الشطيح والرديح ولا لا ومالي، راه لا يعقل. باش تعرفوا ان كل شيء تدار على ود الادسنس لا اقل ولا اكثر. السريعه عطاها للسعيه في الخاص، ما خلى دايره خبله في الجاليه البعراويه على المباشر. ايوا خوتي بزاف ما خلاو القنوات الصغرى ما يقولوا. المهم هذا هو لا فيديو ديالنا، بسلامه عليكم.